شوف، اكو تمرين انصح الشباب والفتيات به، هذا يقلل عندهم القلق. شوف ابني بنتي، اليوم اذا ننجرح، اذا ملاحظين اذا يصير عندنا جرح باليد يحمل جراحة، يخزن قروح، صح لو لا؟ فنضطر نروح لطبيب، شي يسوي؟ يفتح الجرح يفرغه من هذه الجراحة، بعدين يقطبه وينتهي الموضوع. أسألك سؤال، إذا صار الجرح هنا لو هنا، ساعتها شو تسوي؟ بلي أحب صفنتك، يعني ينتصفون علي معناها دا تنتظر شو أقول لك. مرات أكو جروح تصير هنا، يا ريتها هنا تقدر تداويها، مرات لا تصير هنا. يقول العلم لابد أن تسحب هذا الخزين، لأن الخزين راح يصير مخيف، راح يغير شخصيتك كلها. واكو ناس انتم تعرفوهم تغيروا من وراء حادث صار لهم، تغيروا لأن خلوا الخزين يبقى بداخلهم. كيف أطلع هذا الخزين؟ يقول تحدث مع نفسك، احكي ويا نفسك، أنا اليوم هيك صار وياي، فلان هيك أذاني وحكى علي، فلانة هيك أذتني وحكت علي وأنا ما رديت عليها، أنا كذا، أنا احكي أدق التفاصيل. هذا تمرين نفسي راح يسحب شكو بقايا للجروح في داخلك، لأن أنا ما أقدر أفتح دماغك وأطلع القروح، ولا أقدر أفتح صدرك وأطلع القروح. العلم يقول تكلم. طيب ارجع إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يدخل له رجل يقول له يا رسول الله، أصابني عفوا قلة رزق، أصابني إجهاد، أصابني. قال قل ذلك لله فإنه أقرب إليك من حبل الوريد. الإسلام يقول بدل أن تتكلم مع نفسك افرش سجادتك وتكلم مع الله. هذا تمرين أوصي به الشباب أبنائي وبناتي، راح يكون كلش نافع. اقعد اتكلم مع الله عز وجل، ولا إلهي هيك وهيك 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 صار بيا، زين راح تشوف نفسك ترتاح لأن فرغت. راح تشوف نفسك راح تطيب. الحادثة ورا 10 أيام مو نفسها أول ما صارت. أول ما صارت كلش أذتك، ورا 10 أيام من حكيت بيها ويا الله سبحانه وتعالى خفت، ورا شهر خفت، لا ورا 3 أشهر نسيتها بعد وبلشت بحياتك، تكمل حياتك. بلي